لو عندك عيش بيفيض منك وانت عايزه تنشفيه وتحطيه في مكان، مش عايزه مثلا تنزلي منه الفرافيت اللي بتنزل منه في ارضيه البلكونه او على الارض، انت هتجيبي بلاستيكيه زي ديت او صينيه زي دي وتفرضي عليها العيش كده بالشكل ده، وفي خلال ساعات بيكون ناشف ان شاء الله، وبتشيليه بقى في شنطه زي ما انت عايزه. المهم انت مش هتبعتريه على الارض، مش هينزل منه فرافيت على الارض، هيفضل المكان نضيف سواء بلكونه او سطح، مش هينزل منه فرافيت خالص. ودي طريقتي في تنشيف العيش، وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. ولو ما عندكيش بلكونة وعندك مكان، مثلا لو عندك فرن وعايزة تنشفي عليه العيش برضو هتنشفيه بالطريقة دي، ولما ينشف هتلمي الخلقة على بعضها على العيش بحالها كده، برضو مش هينزل اي فرافيت على الارض ولا اي حاجة، ولا احنا ندوس عليها ولا حاجة. هو في اي حالة احنا مش عايزين ننزل فرافيت من العيش وبعد كده ندوس عليها برجلينا.